من ساعة المقاطعة وانا بسأل نفسي سؤال واحد بس، هو احنا ليه كنا بندفع كل الفلوس دي في المنتجات الأجنبية واحنا أصلا عندنا شركات ومنتجات مصرية 100% وتقدر تنافس الأجنبية؟ واحدة من الشركات دي هي انفينيتي سبانيش لابس، وبالمناسبة هم عندهم لاينز تانية زي انفينيتي ناتشرز وانفينيتي سبلمنت، والصراحة اني جربت من كل لاين فيهم حاجة وكل حاجة جربتها عجبتني، عشان كده قررت اني اجرب اكتر. الغسول من الفيتامين سي رينج واللي فيه اكتر 4 مكونات انا شخصيا بحبهم جدا: الفيتامين سي اللي بيشتغل على توحيد لون البشرة والنضارة، والهيلورونيك اسيد اللي بيشتغل على الترطيب، والنيسيناميد اللي بيشتغل على تهدئه البشره من اي حبوب ملتهبه وبيتحكم في افراز الزيوت، واخيرا الساليسيليك اسيد اللي بيشتغل كمقشر خفيف وبيحمي من البلاك والوايت هيد، كمان بيقلل من ظهور الحبوب. وطبعا الفيتامين سي سيرم بتركيز 15%، وكمان فيه هيلورونيك اسيد، كولاجين، نيسيناميد، الانتوين، وكافيين. وبصراحه حاساه بروميسنج جدا لان هو فيه اكتر من ماده مرطبه، والترطيب مهم جدا لان هو بيملي البشره فبيقلل من وجود الخطوط التعبيريه. فهجربهم اكتر واقول لكم رايي فيهم ايه، ولو حد فيكم جربهم يكتب لنا رايه ايه.